السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير. بعد غياب رجعت لكم بفيديو إن شاء الله أتمنى إن هو يعجبكم. إزاي نعمل أفكار بسيطة سهلة ونفرح بيتنا ونفرح نفسنا وكمان نسعد نفسنا بحاجات بسيطة جدا، يعني حاجات مش هتكلفنا كتير بس هتدينا شكل جميل. يعني المطبخ بنقعد فيه كتير جدا، يعتبر يومنا كله في المطبخ، فقلنا بقى نغير النفسية كده وكمان نرجع بطاقة جديدة وحيوية بإذن الله علشان نعرف نشتغل فيه ونبدع فيه بإذن الله. بصوا التغيير النهاردة مكلفنيش كتير، يعني جبت حاجات كده بحوالي 50 جنيه ويمكن أقل كمان. جبت حاجات بسيطة بس هتدي لمسة وروح حلوة في المطبخ، وأتمنى ان انتوا تجربوا الفكرة دي لأنها بسيطة وغير مكلفة خالص. أول حاجة بقى شلت كل حاجة وابتديت أنظف ولمع، وقبل ما اشتغل في أي حاجة طفيت الليد علشان لا قدر الله ما يحصلش قفلة ولا الكهرب ولا أي حاجة. الفرع ده جبته ب15 جنيه، في منه أفرع صغيرة شوية وأرخص شوية، بس أنا ده عجبني أكتر لأن حسيت إن خامته متينة، ينفع نغسله وينفع نعينه لسنين جاية. يعني أنا هجيب حاجات بسيطة مع الحاجات اللي كانت عندي من السنين اللي فاتت. جبت الفرع ده وقلت أزينه كده بطريقة بسيطة. ابتديت أخد المقاسات على الأرفف بتاعتي وأقص وهلزقه بعد كده بالمسدس الشمع. طب لو انت ما عندكيش مسدس شمع تعملي ايه؟ هتجيبي شمعة واحدة بس تحطيها على النار. الشمع ده بيتباع في أي مكتبة، يعني الواحد ب5 جنيه. الواحد ده هيقضيكي، يعني هتخلصي كل ده وهيفيد منك كمان. فلو انت مش عندك المسدس الشمع هتبتدي تحطي الشمعة على النار تسيحيها، بس خدي بالك علشان ما تتلسعيش. لو عندك المسدس الشمع هيكون سهل جدا وهيركب معاكي بمنتهى السهولة. يعني نقطة كده من الشمع لزقت معايا الزينة دي وخلتها شكلها حلو جدا في المطبخ. بصوا شايفين ما شاء الله. هعمل كل الأرفف بالشكل ده، وكمان هنعمل أفكار تانية بإذن الله. خليكم معايا كده وتابعوني وشوفوا المطبخ بتاعنا هيتحول ازاي. يعني حاولي تسعدي نفسك بأقل الإمكانيات، مش لازم يكون معاكي فلوس كتير علشان تعملي حاجات حلوة تفرحك وتفرح أولادك. ممكن تجيبي لو مش قادرة تجيبي الفرع الغالي تقدري تجيبي الفرع الرخيص، فيه ب5 فيه ب7 وفيه ب10 كمان، لكن ده كبير كده وب15. فأنا قلت علشان يقعد معايا لو حبيت أغسله وأعينه للسنة الجاية ما يجرالوش حاجة. بصوا بمنتهى السهولة أنا خدت المقاسات وابتديت أقيسه كده. يعني أنا قطعت 3 مش 2 بس، قطعت 3 علشان يظبط معايا الخيط كده. والاتنين اللي فاضوا مني من التقطيع، يعني قطعت 3 علشان اخد الشريط الرفيع، والاتنين اللي فاضوا مني هعملهم في الناحية التانية. بصوا بقى، ده فانوس الولاد جابوهولي. الفانوس ده جميل جدا، عليه صورهم. يا ريت انتوا كمان يعني تقدروا تجيبوه، فكرة حلوة. تبقى الصور كلها مجمعة، يعني صورك انت وولادك وزوجك في الفانوس، بتدي روح حلوة جدا والشكل بيبقى جميل. وده فانوس كان الفانوس اللي على الناحية التانية ده اللي في ايدي ده كانوا جايبينه السنة اللي فاتت. والفانوس اللي هو القديم خالص ده الفانوس اول خطوبة ليا، اول رمضان يعدي عليا انا وزوجي بس قبل ما نتجوز، يعني كان الخطوبة وجاب لي الفانوس ده محتفظة بيه لان بجد يعني اجمل كده، اجمل فانوس جالي بصراحة. يعني كان له معاني خاصة كده، فبحافظ عليه بنضفه باستمرار وبظهره كده كل رمضان علشان بحب افتكر الذكريات الحلوة الجميلة. بعد كده جبت بقى الملمع بتاعي، طبعا دي اللهلوبة اللي احنا متفقين ان احنا عاملينها في البخاخة. بلمع بيها كل حاجة وبنضفها بترجع جديدة تاني. كل حاجة بقى كده ببتدي ألمعها علشان احطها بشكل حلو، وكمان حاجتنا تبقى نظيفة بقى علشان ايه، ندخل على العيد كده يبقى مطبخنا نظيف، وكمان ندخل على رمضان. يعني الشغل ده انا عملته قبل رمضان علشان كده ادخل رمضان وادخل المطبخ كده ويبقى ليا نفس اعمل كل حاجة. حاجات بسيطة وديكورات بسيطة، اي حاجة موجودة عندك تقدري تحطيها.
ده مج، المجات دي كانت يعني عليها الحروف زمان لو تفتكروها، بس ايده اتكسرت، فحطيت فيه وردة كده وابتديت ازينها تدي شكل جميل. والحاجات دي بقى رجعتها مكانها تاني، وهبتدي انضف برضو الم كل الحاجات دي وانضف برضو الحاجات التانية. يعني الحاجات دي بستعملها على طول، فعلشان كده مخليهم قدامي علشان يعني ايه استخدمهم بسهولة. في الشاي والسكر، يعني البن، الحاجات اللي هي استعمالها ضروري كده في اليوم. المهم خلصت كل حاجة ولمعتها. عايزاكم تقولوا لي رأيكم كده في التعليقات، ايه رأيكم في الديكور ده؟ يعني ما تكلفش معايا كتير، بس فرق في المطبخ ولا لا؟ يعني هوريكم شكله كده في الاخر وقولوا لي فرق في المطبخ، يعني الشكل كده حلو ولا لا. مستنيه رايكم يهمني جدا. انا كان نفسي اعمل تغييرات كتير في رمضان ده، بس للاسف تعبي ما خلانيش اقدر اعمل حاجه، وبعتذر ان انا اتاخرت عليكم. بس ان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يكرمني ان شاء الله، وانزل فيديوهات بعد كده باستمرار. ابتدي انضف الرخامه بقى. انا باخد كده من المطبخ جزء جزء علشان انضفه وازينه. شلت كل حاجه كده من عليه، من على الرخامه، وابتديت برضو انضفها. شايفين الشكل؟ تهيألي فرق كتير وشكله بقى جميل جدا. بصوا اللي مش عارف خليط اللهلوبة ده، انا اللهلوبة دي بتتباع عند اي حد بتاع المنظفات، باخد منها معلقة او 2 واحطها في البخاخ وازود الباقي مية. بصوا بتعمل رغوة حلوة جدا وبتنضف وبتعقم، بتخلي الرخام بيلمع، والسيراميك والبوتاجاز والحوض، يعني كل حاجة بصراحة جميل جدا. يعني الفكرة دي حلوة جدا وبتوفر كمان، لان اللهلوبة يعني مش عارفة دلوقتي هي سعرها بقى كام، بس بتقعد معانا مدة طويلة، يعني مش بتخلص بسرعة. فابتديت بقى انضف كده المطبخ بيها، وبعد كده مسحته بفوطة نظيفة ونضفته. يعني مشيت الاول الصابون وبعد كده حطيت مية، وابتديت المع كده المطبخ كله من الناحية دي والرخامة دي. وبعدين هاخدكوا بقى ونروح للجزئية التانية، برضو التلاجة، عشان ارص كل الحاجات بتاعتي تاني. يعني ما عنديش ديكورات كتير، عندي حاجات بسيطة كده بس فرقت في نفسيتي، اشيلهم واحطهم هنا، اجيبهم هنا. يعني تغيير الحاجة من مكان لمكان بيغير النفسية. مش لازم يبقى عندك حاجات كتير او حاجات جديدة، ممكن تكتفي باللي عندك، بس مجرد ان انت تنقلي الحاجة من مكان لمكان تاني بتفرق في الشكل وتخليه كده شكل جمالي. غرضنا من الفيديو ده ان انت ازاي تسعدي نفسك باقل الامكانيات. يعني مش لازم يبقى معاكي فلوس كتير وتجيبي بقى حاجات كتير على الموضة وديكورات وكده علشان تحسي ان مطبخك رايق وجميل. لا، بأقل حاجة بسيطة تقدري تسعدي نفسك. الجزئية التانية بقى عشان ما اطولش عليكم، ده كان عندي قديم اللي انا حطاه فوق ده. كنت جايبة 2 متر، كنت جايبة متر مش فاكرة بصراحة، كنت جايبة ممكن يكون اكتر من 2 متر، 3 او حاجة، ممكن يكون 3 متر. عملت منهم الستارة، الكلام ده من 2 سنين، وبشيلهم بغسلهم وارجع افرشهم تاني. يعني القماش ده حلو وبيعيش. خدت كده وعملت منه الديكور ده، حسيت كده ان شكلهم هيبقى حلو. وجيت هنا برضو كمان حطيت هنا نفس الحكاية، يعني بقيت الفرع اللي فاض مني. نيجي بقى على ناحية البوتاجاز. الفرع ده جبته برضو ب15 جنيه، يبقى احنا جبنا الزينة ب15 جنيه، والفرع ده ب15 جنيه تقدري تستغني عنه لو انتي ما عندكيش مشكلة في ماسورة الغاز. بس انا حبيت كده انور الجزئية دي، فحطيت كده الفرع ده ب15 جنيه، وهي ادتني كمان حتة عليها كده زيادة، حطيتها الناحية التانية. وده برضو بقيت القماش اللي كان عندي حطيته كده على البوتاجاز من تحت. وجيت بقى هنا للتلاجة، برضو كان عندي الحاجات دي من السنة اللي فاتت. هبتدي احطها كده بعد ما مسحت التلاجة برضو ولمعتها. لو تلاحظوا كده ان مش دي التلاجة بتاعتي القديمة، دي التلاجة التانية، بس ان شاء الله بقى احكي لكم قصتها بقى في فيديو تاني كده ان شاء الله لو حابين تعرفوا القصة. ودول برضو كنت انا عاملاهم على ايدي كده
من كام سنة برضو كنت عاملة فيديو على القناة، شكلهم حلو جدا برضو وما كلفونيش كتير. يعني الحاجات القديمة عندي ابتديت استخدمها كلها. ولما شلت التلاجة التربو ما بقاش يدخل لان التلاجة دي كبيرة، فحطيت التربو هنا جنب البوتاجاز، وبرضو حطيت له قطعة من القماش اللي كانت فايضة مني برضو من الستارة. وزينت كده حاجات بسيطة جدا فرقت في نفسيتي قوي، والشكل بقى جميل جدا ما شاء الله. وبعد كده رحت بقى على الستارة، ابتديت اركب الستارة هي كمان. شلت بقى الستارة التانية دي، نضفتها حطيتها تتغسل، وركبت بقى ستارة رمضان وكده. برضو حاجة بسيطة يعني، ستارة بسيطة كده وقولي لي بقى رأيكم كده. ده جبته ب20 جنيه. انا بصراحة ما كنتش عايزة اجيبه، وبنتي لما شافته قالت لي يا ماما هاتيلي منه، بس ادى شكل حلو جدا لاني كنت مش عارفة اركبه فين. يعني قلت هحطه في الصالة، بس لقيته قصير مش طويل، فجات لي الفكرة ان انا احطه كده في مكان المطبخ المفتوح. حبيت كده الشكل، نسقته الاول، وبعد كده ابتديت اخد الحبل بتاعه كده وهو فيه اخرام كده فيه، وابتديت ادخل الخيط فيه، وبعد كده هروح اعلقه. بصوا بمنتهى السهولة كده، وبيتربط برضو بمنتهى السهولة. يعني هو مش متعب صراحة، بيركب بسهولة جدا. يعني حاجات بسيطة جدا ما كلفتناش كتير، ولكن ادت روح حلوة جدا للمطبخ. عايزاكم بقى كده تشوفوا وتقولوا لي رأيكم. ودلوقتي بقى هسيبكم جولة كده في المطبخ، اكتبوا لي في التعليقات استفدتوا من الافكار النهاردة ولا لأ، شكل المطبخ وديكوره عجبكم ولا لأ، لو في اي تغيير اغيره ولا لأ. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو لو الفيديو عجبكم. انا تعبت في الفيديو ده جدا، بس الحمد لله سعيدة بالنتيجة. اسيبكم بقى تستمتعوا بالجولة بتاعتنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.